حربي، عمر كمال، ما اعتقدش انه هيقعد دكه تاني. فاذا انت الاربعه بتوع خط الظهر هيبقى عمر كمال، عبد المنعم، رامي ربيعه، وعلي معلول في حال ان هو جاهز. في حال ان علي معلول جاهز يلعب، مش جاهز خلاص يبقى اسحبه، ما جازفش بيه. نيجي لنص الملعب، حته نص الملعب مش محتاجه فلسفه زايده من كولر. ما ينفعش يبقى عندك لاعب زي اكرم توفيق وانت لسه مع دوري دكه، انسى الكلام ده. لازم يبقى ليه دور في مباراه زي دي، خصوصا ان المثلث بتاع نادي الزمالك او نص ملعب الزمالك عبد الله السعيد او ناصر ماهر او احمد حمدي، الثلاثه لعيبه كوره. فعلى الاقل لازم اكرم يبقى ليه دور. اكرم قدامه السوليه، قدامهم مين؟ قفشه. سيب كوكا في الماتش ده، خلي بقى عن اسلوب لعبك يا كولر شويه، وحته الثلاثه في نص الملعب. ولازم يبقى عندك لاعب في نص الملعب يقدر ايه يمسك لك كوره، وهو مين؟ هيبقى قفشه. قدامهم رضا سليم، قدامهم كهربا، وقدامه وسام ابو علي. ده التشكيل اللي المفروض تبدا بيه. فاي فلسفه زايده او قرايه غلط للملعب او انك تبدا بتشكيل غلط في مباراه زي مباراه القمه، صدقني هتكلفك كتير. بالتوفيق للنادي الاهلي. سلام.